أهلا بكم. النهاردة بنعمل تحليل معمق لعرض مهم قدمه أندرو إنج عن مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتحديداً فكرة وكلاء الذكاء الاصطناعي. أيوة ال AI Agents موضوع شيق جدا الفترة دي. مصادرنا هي أهم النقط من كلمته في مؤتمر سنوفليك بيلد 2024. هدفنا يعني نفهم التحولات الكبيرة في تطوير الذكاء الاصطناعي ده وصعود النهج الجديد بتاع الوكيل. هو فعلا شايف إن الذكاء الاصطناعي زي الكهرباء الجديدة، يعني البوتنشل بتاعه ضخم. بالظبط، لكن بيقول الفرصة الحقيقية مش في التكنولوجيا نفسها قد ما هي في التطبيقات بقى اللي بتتبني عليها. خلينا نشوف إيه الجديد. تمام. أول حاجة، التغيير الملحوظ في سرعة بناء النماذج الأولية، ده بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي. دي نقطة مهمة قوي. يعني مهام كانت زمان بتاخد شهور زي تحليل المشاعر وكده ممكن تخلص دلوقتي في أيام قليلة. فعلا ده تغيير جذري في طريقة الشغل نفسها. يعني الدنيا بقت أسرع بكتير. جدا. السرعة دي بصراحة قلبت الموازين. يعني بدل ما تقعد تخطط لمشروع واحد كبير شهور، ممكن دلوقتي فريق العمل يجرب مثلا 20 فكرة أولية بسرعة ويشوف مين فيهم اللي ليه فرصة ينجح. بس أكيد في تحديات جديدة ظهرت مع السرعة دي. طبعا التحدي اتحول أكتر لتقييم النماذج دي، يعني الإيفالز زي ما بيقولوا. التأكد من جودة النموذج بقى هو اللي بياخد وقت ومجهود. فاهم. ورغم ان بناء النموذج نفسه بقى اسرع، دمجه بقى في منتج نهائي موثوق الناس تعتمد عليه، ده لسه بياخد وقت وجهد كبير، مش كده؟ أكيد عملية الانتجريشن دي لسه قصة تانية، وده بيخلي في ضغط مستمر عشان نسرع العملية كلها. طيب وايه الحل اللي بيطرحه انجي للموضوع ده؟ هو بيطرح شعار جديد للمرحلة دي، بيقول اتحرك بسرعة وخليك مسؤول. يعني ايه؟ يعني التكرار السريع ده مطلوب ومهم، بس لازم يتعمل معاه اختبارات دقيقة وقوية قبل ما أي حاجة توصل للمستخدم النهائي. الموازنة دي مهمة. منطقي جدا. طيب نيجي للنقطة المحورية بقى اللي هو متحمس ليها جدا، الذكاء الاصطناعي الوكيل او الايجنتك اي اي. دي بقى اللي عاملة الضجة دلوقتي. يعني ممكن تبسط لنا الفكرة؟ ايه الفرق بينه وبين الطريقة العادية؟ بص، ببساطة، بدل ما تدي لل AI أمر مباشر زي مثلا اكتب لي إيميل عن كذا وتستنى الإجابة على طول، اللي هي طريقة الزيرو شوت، تمام. لا، في نهج الوكيل ده كأنك بتديله خطة عمل أو عملية يمشي عليها خطوة خطوة. زي خطوات تفكير. بالظبط كده. ممكن نتخيلها بمثال كتابة مقال. الطريقة العادية هي إنك تقول لل AI اكتب مقال عن الموضوع الفلاني. اوكي. نهج الوكيل بقى أشبه باللي احنا بنعمله كبشر. أول حاجة وضع مخطط للمقال، بعدين البحث وجمع المعلومات اللازمة، منطقي. بعد كده كتابة مسودة أولى، وبعدين تيجي مرحلة مهمة، نقد ومراجعة المسودة دي، وأخيراً التعديل والتحسين بناء على المراجعة. يعني عملية تكرارية وفيها خطوات واضحة. تمام. العملية دي بتدي نتائج أحسن بكتير، بالذات في المهام المعقدة، يعني زي تحليل مستند قانوني طويل أو المساعدة في تشخيص طبي مثلاً. والمدهش بقى في كلامه كان إيه؟ المدهش إن الأداء بيتحسن بشكل كبير جداً، حتى لو بنستخدم نفس النموذج القديم. يعني مثلاً GPT 3.5 وهو شغال كوكيل ممكن يتفوق على GPT 4 وهو شغال بطريقة الزيرو شوت المباشرة في بعض المهام المعقدة. معقول؟ ده غريب فعلا. وده بيورينا قد إيه قوة العملية نفسها، مش بس قوة النموذج الأساسي. طريقة التفكير والتخطيط هي اللي بتفرق. طيب حلو قوي. إيه هي الآليات أو الأنماط الأساسية اللي بتخلي الوكلاء دول يشتغلوا بالفعالية دي؟ هو حدد تقريباً 4 طرق عمل رئيسية، صح؟ مظبوط. أول نمط سماه المراجعة الذاتية reflection. يعني إيه؟ يعني قدرة الوكيل إنه يقيم وينقد شغله بنفسه. زي ما إحنا كده بنراجع اللي كتبناه ونقول لأ دي محتاجة تتعدل، هو بيعمل كده عشان يوصل لنتيجة أحسن. تمام. والتاني؟ تاني نمط هو استخدام الأدوات tool use، ودي بقى نقطة قوية جدا. الوكيل هنا ما بقاش محبوس في معلوماته الداخلية اللي اتدرب عليها وخلاص. لا، ده بيقدر يعمل إيه؟ بيقدر يستدعي أدوات خارجية. مم. يعني مثلا يبحث على الإنترنت عن معلومة جديدة أو حاجة حصلت امبارح، أو ممكن يشغل كود برمجي عشان يعمل عملية حسابية معقدة، أو حتى يوصل للتقويم بتاعك لو اديته صلاحية. دي نقلة نوعية بصراحة. آه. بتفرق عن النماذج القديمة اللي كانت مقفولة على نفسها تماماً. جدا. بتخلي قدراته تتوسع بشكل مش طبيعي. النمط الثالث هو التخطيط
تخطط؟ زي إيه؟ يعني قدرة الوكيل إنه يكسر مهمة كبيرة ومعقدة، زي مثلا لو قلت له خطط لي رحلة لأوروبا لمدة أسبوعين بميزانية كذا، لمجموعة خطوات صغيرة ومنطقية يقدر ينفذها بالترتيب، يحجز تذاكر، يدور على فنادق، يقترح أماكن، وهكذا. ممتاز. ورابع؟ رابع نمط هو تعاون وكلاء متعددين Multi-Agent Collaboration. تخيلي فريق عمل كل وكيل له دور متخصص. فريق من ال AI. أيوة، ممكن يكونوا كلهم بيستخدموا نفس النموذج الأساسي زي GPT-4، بس كل واحد واخد دور، واحد يخطط، واحد يبحث، واحد يكتب المسودة، واحد يراجع وينقد. تعاونهم ده بيخليهم يحلوا مشاكل أعقد بكتير من قدرة وكيل واحد لوحده. فكرة قوية. والنهج ده نهج الوكلاء، مش بس كلام ونصوص، دي إن كان نتكلم عن تطبيقه على الصور والفيديوهات كمان. أكيد، دي نقطة مهمة جدا، هو متوقع تعمل ثورة لوحدها. إزاي؟ الشركات والمؤسسات عندها كميات مهولة من البيانات البصرية، صور وفيديوهات، وما كانتش بتقدر تستغلها كويس، كانت تعتبر بيانات ميتة أو صعبة التحليل. ودلوقتي بالوكلاء دول وكلاء الذكاء الاصطناعي البصري ممكن يعملوا حاجات زي عد الأشخاص أو السيارات في صورة أو فيديو، أو تحديد لحظة معينة في ماتش كورة طويل زي تسجيل هدف مثلاً، ياه. أو حتى يوصفوا محتوى الفيديو بشكل تفصيلي عشان تقدري تبحثي جواه بالكلام بسهولة. دوري على اللقطة اللي فلان قال فيها كذا. دي هتفتح قيمة ضخمة جدا كانت مدفونة. ثورة تحليل الصور والفيديو بجد لسه في بدايتها. تمام. يبقى لو هنلخص الأفكار الرئيسية اللي أندرو إنج ركز عليها في كلمته، أولاً التطوير بقى أسرع بكتير، صح. والأهم هو صعود نهج الوكلاء القوي ده اللي بيعتمد على عملية تكرارية فيها مراجعة واستخدام أدوات وتخطيط وتعاون بين وكلاء متعددين، بالظبط. بالإضافة لثورة الذكاء الاصطناعي البصري اللي واضح إنها جاية بقوة. وهو كمان أشار لأربع اتجاهات مستقبلية مهم نراقبها. أولاً زيادة سرعة توليد التوكنز اللي هي وحدات المعلومات عشان الوكلاء يشتغلوا أسرع وبتكلفة أقل. مهم طبعاً. ثانياً ظهور نماذج لغوية LLMs مصممة ومحسنة خصيصاً عشان تشتغل كوكلاء بكفاءة أعلى من النماذج العامة. يعني نماذج متخصصة في التفكير التخطيطي ده. أيوة. ثالثاً الأهمية اللي بتزيد يوم عن يوم لهندسة البيانات، خصوصاً التعامل مع الكميات الضخمة من البيانات غير المهيكلة زي النصوص والصور والفيديوهات اللي الوكلاء دول هيشتغلوا عليها. رابعاً الازدهار الكبير المتوقع في تطبيقات معالجة الصور والفيديو بفضل الوكلاء البصريين دول. واضح إننا بننتقل من مرحلة كنا بندي فيها أوامر بسيطة ومباشرة للذكاء الاصطناعي لمرحلة تانية خالص، فيها أنظمة عندها القدرة على التفكير والتخطيط واستخدام الأدوات بشكل متكرر ومعقد عشان تحل مشاكل حقيقية. بالظبط كده. ويمكن الفكرة الأخيرة اللي ممكن نسيب الناس تفكر فيها هي إزاي التحول ده نحو ذكاء اصطناعي قائم على العمليات مش بس مخرجات مباشرة ممكن يغير مش بس طريقة بناء التكنولوجيا نفسها. يغير إيه كمان؟ لا، ممكن يغير طريقتنا إحنا نفسنا في التفكير وحل المشاكل المعقدة في مجالات تانية كتير حتى بعيد عن البرمجة والتكنولوجيا. زي إيه مثلاً؟ يعني الواحد يسأل نفسه يا ترى إيه المهمة المعقدة اللي فيها خطوات كتير في شغلي أو في حياتي اللي ممكن أستلهم من فكرة الوكيل وخطواته دي، التخطيط، البحث، المراجعة، التعديل، عشان أعملها بشكل أحسن أو أكثر فعالية. فعلاً سؤال مهم ويستحق التأمل. إزاي ننظم تفكيرنا وحل مشاكلنا زي الوكيل الذكي ده؟ بالظبط، حاجة نفكر فيها كلنا.